السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا في خير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. يوم جديد، يوم سعيد عليكم، يا رب دايمًا الخير يكون مالي بيوتكم. النهارده معانا خلطة ممتازة هتضبّط بقى حاجات كتير أوي. خلطة النهارده بقى هنضبّط الإسهالات، هنضبّط الوزن، هنرفع المناعة. يعني النهارده إن شاء الله خلطتنا حلوة جدًا، جدًا، وبعد الفيديو ده إن شاء الله هتكونوا محترفين في تربية الفراخ. هتاخدوا وزن كويس أوي في وقت قليل بحاجات موجودة في كل بيت، يعني مش هتضطروا إن أنتم تنزلوا وتكلّفوا نفسكم بأي حاجة خالص. بس قبل ما نبدأ أحب بس أفكّر كل متابعيني وإخواتي وحبايبي إن قناتي الأساسية قناة الحياة أحلى مع سمسمة، يعني أنا بِعتها لظروف شغلي كلّه وفيديوهاتنا كلّها وخلطاتنا وكل معلوماتنا المفيدة هتكون على القناة دي، قناة الحياة أحلى مع سمسمة 2 هي بنفس الصورة بنفس اللوجو بتاعة القناة الأساسية، دي اللي هانزّل عليها كل الفيديوهات والخلطات والمعلومات اللي أكيد هتفيدكم. فيا ريت كده بقى يالّا مستنيين إيه، يا ريت تنزلوا تعملوا اشتراك وتشجعوا أختكم كده في الله، ونبدأ بسم الله. بس الأول قبل ما يبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الخلطة بتاعتنا، الأول نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بقى بسم الله. طبعًا إحنا هدفنا الأساسي لمّا نيجي نربي الفراخ إن إحنا نطلّع دورة فراخ عالية في أقل وقت ممكن، وخصوصًا طبعًا مع ارتفاع الأسعار للكتاكيت والأعلاف، يعني بصراحة الدنيا ما بقتش مستحملة أي خسارة. فزي ما أنتم شايفين بقى الفراخ اللي قدّامكم دي عُمر 26 يوم، شايفين اللهم بارك أحجامهم عاملة إزاي. عايزة بس أقول لكم كده على معلومة صغيّرة قبل ما أقول لكم على الخلطة بتاعتنا، طالما لسه في شعر زي ما أنتم شايفين كده هي راسها لسه ما عملتش ريش، يعني راسها فيه شعر أصفر. طالما لسه راسها فيه شعر أصفر يبقى هي لسه ما وصلتش لعمر الشهر، لسه ما وصلتش لل30 يوم، وطول ما فيهم شعر أصفر ده معناها إن هُم لسه ما شاء الله هيزيدوا، هيزيدوا، هيزيدوا تاني، يعني معناها إن الفراخ دي لسه ما سردتش اللي هي ريّشت بدري، دي بتبقى حاجة مش حلوة على فكرة إن الفراخ تريّش منكم بدري. يبقى هي بردت، هي كانت ساردة، يا عملتوا أي حاجة غلط، فبيها الفراخ ريّشت بدري، ريّشت بدري دي معناها إنها حجمها مش هتكبر، لكن طول ما أنتم زي ما أنتم شايفين كده إن لسه الشعر أهو موجود لسه في راسها، معناها إنها لسه هتدّي وزن اللهم بارك حاجات تانية كتير أوي وزنها لسه ما شاء الله هيكبر أكتر من كده. فتعالوا بقى أقول لكم على الخلطة بتاعتنا كده النهارده علشان نستفاد بيها بقى كلنا. طبعًا عشان هم فراخ كبيرة، فأنا طبعًا غيّرت لهم العلف، فده دلوقتي العلف الخشن اللي هو العلف سوبر ناني تركيز 21%. بُصّوا الحباية بتاعته اللي هي الحباية الكبيرة، مش العلف طبعًا الصغير لإن ده أنا غيّرته خلاص من عمر 18 يوم، وبقيت باستخدم العلف الكبير اللي هو تركيز 21%. تعالوا بقى أقول لكم ال3 أكياس دول فيهم إيه ودول موجودين في كل بيت. خلّينا نشوف أول كيس كده اللي هو الأبيض ده، ودي النشا. النشا دي طبعًا موجودة عندنا اللي إحنا بنستخدمها في الرز بلبن والمهلبية والحاجات اللي زي كده اللي هي موجودة عند العطار وأكيد موجودة في كل بيت. عايزة أقول لكم النشا دي هي الأساس بتاعنا بتاع قطع الإسهالات، يعني النشا دي لمّا نحط منها شوية لو أنتم عندكم أي إسهالات فدي هتقطع الإسهالات. الكيس التاني اللي لونه أصفر ده وده فيه الكركم، الكركم ده بقى لوحده صيدلية، يعني فيه كمية فيتامينات وفيه كمية فوايد رهيبة. ده بقى فيه بروتين والبروتين بتاعه بيكون سهل الهضم، وده بقى بيرمي في الصدر وبيزوّد اللحم، يعني هو ده المكون معانا اللي كمان بيزوّد الوزن، خلاص؟ هو كمان النشا مهم في زيادة الوزن، لإن النشا طول ما في إسهال طبعًا الوزن طبعًا بيقل. الكيس التالت معانا هنا وهي حبّة البركة أو الحبّة السودا، علشان تقريبًا ده اسمها كده في الدول العربية عشان الناس اللي بتشوفنا يعني من الدول العربية، أنا بس عايزة أقرّب لكم تشوفوا شكلها علشان الناس اللي بتبقى موجودة معانا ما تعرفش إن اسمها تكون حبّة البركة، أو تقريبًا هي اسمها الحبّة السودا. دي بقى كده حاجة تانية كده لوحدها خالص، ممتازة، 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 كلّها فيتامينات وأملاح معدنية، وطبعًا دي بترفع مناعة أوي، ولمّا نرفع مناعة كمان بنزوّد الوزن. خلاص خلّينا بقى نشوف هنعمل قد إيه. اللي قدّامكم ده تقريبًا حوالي كيلو علف، أنا هاخد منه معلقة من كل كيس، معلقة كبيرة كده زي ما أنتم شايفين مليانة من كل كيس. حطيت الأول كده النشا، خلّينا كمان نحط الكركم، وبعدها كمان هنحط الحبة السودا أو اللي هي حبة البركة. بس طبعًا هتيجوا تقولوا لي: "طيب يا سمسمة ما هو ده بودرة والعلف كبير، فطبعًا مش هيمسك في العلف، والفراخ بتاعتنا تاكل الحباية الكبيرة وتنقّيها وتسيب معانا الحاجات اللي إحنا حطيناها دي ويتبقى تحت ومش هياكلوها." هاقول لكم لأ، أنا هاقول لكم بقى هنعمل إيه. بُصّوا بقى، هو في حاجتين، أول حاجة أنا باسيب الأكل قدامهم لمّا يخلّصوه خالص، حتى البودرة اللي موجودة في العلافة بيخلّصوها.
الحاجة التانية بقى علشان الكلام ده كله يلزق معانا، فأنا بازوّد هنا معلقة عسل أسود، وطبعًا أنتم عارفين أكيد طبعًا كلكم عارفين فوايد العسل الأسود. الناس الجديدة اللي لسه مبتدئة وما تعرفش العسل الأسود مفيد جدًا، مليان فيتامينات وأملاح معدنية وبيزوّد وزن الفراخ، يعني برضه معلقة العسل الأسود دي هتفيد جدًا، جدًا. هاقلّب بقى ده كله كويس أوي، لإن علشان الحاجات دي كلها تلزق في العلف، بنحط شوية العسل الأسود عشان تلزّق الكلام ده كله في العلف. خلاص زي ما أنتم شايفين كده أهو، ما بقاش في بودرة ولا أي حاجة. قلّبت الكلام ده كله كويس، أحطه بقى قدّامهم وأرجع أكلمكم من قدّام الفراخ. أنا هنا بقى حطيت لهم الخلطة بتاعتنا دي. هُم هنا خلاص كانوا واكلين وشبعانين وقاعدين ومريّحين دماغهم. عايزة أقول لكم بقى إن أنا ده باحطه لهم من بالليل، خلاص، علشان إيه، الصبح إن شاء الله لمّا باصحى طبعًا هو أغلبية أكلهم بيكون بالليل، فأنا باحطه بالليل، باصحى الصبح بالاقيهم مخلّصين بقى العلافة اللي قدّامهم كلّها. آآ فيعني الحمد لله بياكلوا الخلطة دي. لو أنتم جرّبتوا كمان حتّة العسل الأسود أهو زي ما أنتم شايفين، بُصّوا لونه، هو لونه بيبقى متغيّر شوية عشان طبعًا بيبقى فيه إيه، بيبقى فيه العسل الأسود. العسل ده هو اللي بيخلّي الدنيا كلّها تمسك مع بعضها، البودرة اللي إحنا حاطينها اللي هي بودرة الكركم مع حبّة البركة مع بودرة النشا دي، كلّه هيمسك في بعضه وهياكلوه. وكمان زي ما قُلت لكم كده العسل مفيد جدًا، والعسل يا جماعة يا بنحط المعلقة على المَيّة، وعلى فكرة ده بنشتغل بيه طول الدورة عادي، يا بنحطها على العلف. طب أنتم بقى تيجوا تقولوا لي طيب إحنا دلوقتي بقى الخلطة دي هنحطها كل قد إيه والّا هنحطها من إمتى؟ أنا عايزة أقول لكم أنا ده باحطه من عمر يوم، ما فيش فيه أي مشكلة خالص. أنا من عمر يوم باحط الكركم وباحط حبة البركة، وكمان لو عندي سمسم متوفر، السمسم ممتاز، بس هو دلوقتي إيه، غالي شوية، فلمّا يعني باجيبه باحط لهم، لإن السمسم غني بالكالسيوم بشكل رهيب. على فكرة السمسم مفيد يعني لينا إحنا كبني آدمين، ومفيد كمان للفراخ، كلّه كالسيوم. فلو موجود عندي باحطها لهم كمان رش على العلف. وطبعًا العسل الأسود معروف بنحطه على الأكل، أو بنحط معلقة على المَيّة بتدّيهم فيتامينات وأملاح معدنية رهيب. يعني بصراحة العسل الأسود بيزوّد الوزن بشكل رهيب. دي بقى الخلطة بتاعتنا النهارده دي تنفع لكل أنواع الطيور، عشان برضه الناس اللي هتسألني أنا مش عايزة أسيب سؤال ممكن ييجوا في بالكم إلا أمّا أقول لكم عليه في الفيديو. تنفع لكل أنواع الطيور، تنفع للبلدي، للساسو، للأبيض، للبط، أي نوع طيور حُط لهم مش هيقولوا لأ، وإن شاء الله بإذن الله هتزوّد الوزن وتبقى زي الفل. لسه كمان معانا خلطات تاني هانزّلها لكم إن شاء الله عشان نزوّد بيها برضه وزن الطيور، ونحاول بقى إن إحنا ننوّع في الخلطات. يعني كل شوية خلطة، وعلى حسب كمان يعني الفراخ اللي عندكم، عايزين نزوّد وزن والّا عايزين نوقّف إسهالات والّا عايزين نضيّع البرد، في خلطات كتيرة أوي، في حاجات كتيرة أوي إن شاء الله. انتظروني بس على القناة الجديدة بتاعتنا دي، إن شاء الله هانزّل عليها كل حاجة بإذن الله هتفيدكم. وكل سؤال بييجي في بالكم اكتبوا لي في التعليقات، إن شاء الله هارُد عليكم، أو لو محتاجين فكرة فيديو قولوها لي برضه في التعليقات، وأنا إن شاء الله هاعملها لكم. وطبعًا يا جماعة أنا لا أنا دكتورة ولا أي حاجة خالص، أنا واحدة باربّي زيكم، بس أنا بقى لي سنين كتيرة أوي باربّي. فمن خلال التجربة اللي أنا كل ما باعمل خلطة أو باحط لهم حاجة وباحس إنها بتفيد، بابقى عايزة أفيد إخواتي وحبايبي، ولازم أطلع على طول أقول لكم عليها. وباحب كمان إن أنا لمّا أقول لكم على حاجة أقول لكم دي فايدتها إيه، يعني إحنا مش نحط وخلاص، أنا عايزاكم تطلعوا في نهاية الفيديو مستفيدين بمعلومة، وتكونوا أنتم في الآخر محترفين في تربية الطيور، خلاص؟ فإن شاء الله كلنا كده بنساعد بعض. أي حد ليه أي تعليق أو أي حد ليه أي تجربة في أي حاجة يا ريت يكتبها لنا في التعليقات، عشان كلنا بنحب نفيد بعض وكلنا هنستفاد من بعض. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، مستنية رأيكم بس في التعليقات على أي فكرة فيديو جديدة أو أي حاجة أنتم عايزينها أو أي سؤال أنا هارُد عليكم. أشوفكم على خير يا حبايبي. ما تنسوش لو استفدتوا من الفيديو بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو، علشان الفيديوهات دي بتترفع باللايك، اليوتيوب بيرفع الفيديو باللايك، فالناس كتيرة جدًا تستفاد. وتقفوا جنب أختكم في الله في قناتها الجديدة. أنا يعني ثقتي في ربنا كبيرة، ثم ثقتي فيكم إن أنتم أكيد هتقفوا معايا. فأشوفكم على خير إن شاء الله زي ما كبّرنا القناة اللي فاتت، نكبّر القناة دي مع بعض. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.